القندوسي في الزمالك يا في يناير يا في الصيف بحد اقصى. وافتكر كلامي ده وارمي البحر. الفتره دي الاهلي عايش في دوامه من بعد ماتش السوبر، مش عارف يتلاحق منين ولا منين، الضرب جاي منين ولا منين، من الجماهير اللي زعلانه اوفر وحقها شايفه بلاليز بتلعب، ولا من اللعيبه اللي عندي اللي بيسهروا وبيخرجوا وبيصبغوا شعرهم وبيعملوا ايه وداخلين في قواضي زي حسين الشحات وزي امام عاشور في قصته مع الراجل، ويطلع له مراته التانية واكرم توفيق مراته التانية ومعرفش مين معرفش ايه. بقى اللعيبه في الاهلي بقت عايشه دور، عارف انت العنتيله عارف العنتيل، ما فيش كوره، بقت الحياه كلها سوشيال ميديا وجوازات تانية وسفر. فالموضوع الاهلي مش عارف يلمه، راح طلع له القندوسي من تحت الارض بيقول له لا، ده انا انتوا بتوع توكيلات وانتوا يعني ايه بقى توكيلات، ويعني ايه وكيل اعمال والاهلي يديله ما هو انا كلاعب معايا وكيل اعمالي والاهلي بيجي يتفاوض معايا وتمام وانا موافق وكيل اعمالي تمام الدنيا تمام يلا يا باشا نروح. يقول لك قبل الامضاء لا مش هينفع، لازم يبقى معاك وكيل اعمال تاني من هنا عشان خاطر اي حوار من الاخر اللي انت لازم ايه تمضي مع الوكيل. فالوكيل يقول لك ما هو انا مش لوحدي، انا معايا واحد تاني، فتلاقي لاعب معاه بتاع 2 وكلاء. ليه بقى؟ لان الوكلاء دول الاهلي مثلا عارض على اللاعب 200 مليون 2 مليون دولار. الوكلاء كل واحد فيهم بياخد له مثلا بتاع ما هو ده بقى، هو اصل هو بقى شرط عشان تيجي الاهلي فلازم تمضي مع الاثنين دول، والاثنين دول ليهم نسبه، النسبه مثلا نفترض الاثنين بياخدوا 600 الف دولار. ف 600 الف هم مش بياخدوا 600 الف دولار، هي الفكره مش في كده. هم ليه في جمهور الاهلي طالع مخنوق من الاداره ومن المعرفش مين ومش عايزين نقول اسامي ولجنه التعاقدات والرئاسه والقصه دي؟ ليه؟ لان الوكلاء دي اصلا بتوع نادي الاهلي، فانت الوكلاء بيروحوا واخدين الفلوس برضه هم بياخدوا نسبه والباقي بيرجع تاني، بس بيرجع في الجيوب ما بيرجعش للاداره او ما بيرجعش للنادي. فعشان كده من هنا الدنيا مش على طلع امام عاشور والمحامي بتاع الواد اللي ضربه في المعرفش فين وقصص الدنيا دي شايطه ده انت ممكن تلاقي. وهم مشكلتهم بقى دلوقتي في امام عاشور اللي هو ما ينفعش يمشي. ما هو هنمشيه ازاي يعني؟ يعني ده لو اتنطط وعمل وراح وجه دي احنا يعني جمهورنا ما كانش بيقول لنا عايزه، رجع قال عايزه. وشتمنا وجبناه وهزقنا وجبناه، رموزنا قالت ما تجيبوش وجه. طب هنمشيه ازاي؟ هنقول ده طلع وحش ازاي؟ هنعمل ايه مع ان امام عاشور من ساعه ما راح الاهلي ما اداش 10% من اللي كان بيديه في الزمالك؟ 10%، انت متخيل يعني 10%؟ ولا حاجه ولا حاجه. انا شفت له صوره حد كان رافعها، الكتله العضليه بتاعت امام عاشور، هاتوا هو في الزمالك شوف رجل امام عاشور منظر العضله عامل ازاي وفي الاهلي عامله ازاي. الدنيا بس مش هيعملوا، هيمشيه ازاي؟ فالدنيا شايطه موت. ماتش قلب الدنيا، قلبت دي احنا اقسم بالله لينا الجنه على ايقاف القيد اللي كان بيبقى عندنا والفلوس اللي علينا واللعيبه اللي ليها فلوس ومستحقات وي 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 وبنوصل وبناخد بطولات، والتحكيم مش معانا ولا اتحاد معانا ولا رابطه معانا ولا حاجه معاك، عشان احنا ابطال. يلا احنا ابطالها لحد ما نبطلها.